ابني خطب بقاله 3 4 اسابيع كده، وانا اتصلت بخطيبته وامها قلت لهم تعالوا عشان عايزاكم في حاجه. يعني جم قعدوا معايا كده شويه ومش عارف ايه. فالمهم انا يعني قلت لخطيبه ابني دي اللي لسه خطيبها، منين ما تروحي تجيبي حاجه المطبخ عندك والفرش وكده اتصلي عليا عشان انزل معاكي وانتي بتجيبي الحاجه. فامها قالت لي ليه يا حاجه؟ قلت لها كده يا حبيبتي عشان احنا لينا ذوق خاص في فرش بيوتنا، عشان انتوا ما تجيبوش حاجه كده احنا بعد كده ما تعجبناش تضطروا تجيبوها تاني. عشان بس احنا لينا كده ترتيب معين في البيت ولازم يبقى ذوق خاص كده في الفرش. فالست قالت لي يا حاجه بس البيت ده يبقى بيتها هي اللي تختار. قلت لها لا، لازم انا اللي اختار الحاجه، وهاخد كمان معاه اخواته البنات عشان خاطر ينقوا معانا، عشان خاطر احنا لينا كده ايه اسلوب معين في الفرش والذوق وكده. عشان احنا هنجيب عفش معين، ما تجيبوش انتوا حاجه ما تليقش. برضو السجاد والستاير والحاجات دي لازم تبقى احنا اللي منقين ذوقها. فالمهم